لا ما تروحش. لا لا عايز ايه؟ عشان انا شايله اول امبارح من هنا، ما انتوا طلعوا له بره بقى. انت بتصور ليه؟ عشان انا شايله من بره. هتودينا احنا في ده؟ ماشي ودوه بقى، ومش نجيب اللي قال لكم شيلوه ورموه بره. غلط يعني؟ المشكله مش معانا احنا، مع هو ماشي ماشي يا عم ماشي. بس احنا هو غلط نشيله يعني؟ اه طبعا، مش مستشفى ده، وده مريض. طب نعمل ايه؟ ندخله جوه الاستقبال. نسمع من كلام. لا مش ترميه بره، مش ترميه بره في الشارع. العميد نفسه بيقول لك طلعه. ماشي خلي العميد بقى يبقى ينفع نفسه. صح والله المفروض يخش. انا جايبه اصلا من عند الكوبري بقى من اول امبارح. وانا شافه تشيل. اجيبه من اول امبارح من هنا، كنتوا ترموه بره بره ثاني. يا عم احنا مالنا يا ابني، احنا مالنا ومال حضرتك ايه؟ لا مش جبت وشك، مش كده ابوش. ولو جبت وشك طلعوا بره. نزل على طلعوا بس ارميه بره زي ما انت عايز ترميه. لا المستشفى ده كده بني ادم. طلعوه بره، ارموه بره بس يلا. جاب العميد ارفع عميد. المفروض تموت العميد دموع. دي روح وبني ادم يا عم. هو المفروض يخش استقبال يحموه يغسلوه ينظفوه يا باشا، وماله مش عندنا مشكله. مش عندنا مشكله يا باشا. على الارض يا اخي اتقل الله. كده اهو كده اهو كده اهو. شيل يا باشا طلع. يا ابني ارفع من الارض. انت مش احنا واحد احنا شايلين الراس والرجل. يا ابني ارفع من الارض بقى. تعالى مالك هتسيبه هنا؟ طب وايه الحال؟ المفروض يخش استقبال. لا كده ما ينفعش يا عم. حطه ضله يا عم. بص يا هو مش قال لك سيبه بره؟ مش قال لك لا. طب بقول لك حطه عند الموقف هناك، ما ينفعش يا عم الحاج. يا خالد مش ما تمشيش. قول للعميد يا سياده العميد كده ما ينفعش، يا تسيبه بره يا تدخله استقبال. ايوه مظبوط كده. كده ما ينفعش، مش يصدرنا احنا في الوش يقول لك ارمي الحاله اللي بره.